يمكن متزوجة 3 سنوات، شفتها مرة أو مرتين مرت على هالحالة. حتى يوم يسألها أبوي تقول ما عاد جاتني، يسأل رجلها يقول ما لاحظتها عليها مرة واحدة. فيقول جاتها الحالة هذه، جلست ترجف وجلست تلعثم. فطلعوا ناس دخلت عليها جارت هذه هي ويا بناتها، ضموها وسكتوها وهدوها وقوموا مراسم العزاء، وكانوا معها أكثر من أمها جات يوم العزاء ومشت. فكانوا أكثر ناس محتوينها اللي هم جارتها وبناتها، اللي هم بنات زوجها هذا. خذت شهرين وجابت ولد وسمته على زوجها، كان في النظام أول مثلا زوجها عبد الله، مثلا عبد الله بن عبد الله زي كذا، فسموه على زوجها لأنه ما كان عليه من هذيك إلا بنات. سموه على زوجها وجاء لها الولد ذا اللي هو حضرنا مناسبته، وكملت تعليمها، وقفت سنة في وفاة زوجها وبعدين رجعت كملت. فأقول لها أنا وش تبين بالدراسة تكملين يعني؟ قالت لا بس أبغى أدرس إلى أخلص الثانوي عشان أعلم ولدي، عشان أكون أعرف كل شيء. فكانت ذكية. حتى أنا كنت أجيها يعني بعد ما كبرت أجيها ويوم المتوسط والثانوي تعلمني وتدرسني أشياء ذيك اليوم ما بعد وصلت مراحل اللي أنا فيها، يمكن وصلت أنا وياها سوا. كانت تعلمني سو كذا حط كذا. فكنت أسألها قلت كيف عرفتي؟ قالت أنا ما كان أحد صديق لي إلا الكتاب، كنت أقرأ ذا الكتب الدراسة، حتى كتبكم أخذها منكم وأقرأها وأفهمها. ففعلا كملت دراستها، بدأ يكبر ولدها. بعد وفاة زوجها ب3 سنوات أختي الصغيرة جاء عندها مرض، سبحان الله العظيم. أحيانا الشماتة يا جماعة الخير والله نادين. يقول جاء عندها مرض، يقول أقسم بالله أنها بدأت تتلوى تعفص، ما أدري يسمونه كساح أو عضالة. يقول تلوى، تقوست رجلها وتقوست يداها، يقول لين صارت كذا. عقل موجود طالع فينا وتعرفنا وصار لسانها ثقيل، لكنها بدأت تتلوى. فيقول في يوم من الأيام يراجع بها أبوي وأمي وأختي الثانية، راحوا يراجعون، يقولوا هم راجعين في الطريق صار عليهم حادث، فتوفى أبوي وتوفت أختي السليمة، وبقت أمي مشلولة، وأختي المعاقة دي ما جاش. فيقول سبحان الله شوف المصايب. حنا يعني ما كنا شباب، يمكن كنت كني كبير يعني، بس ما كنت مدرك للأمور ذي كلها. صح إني بكيت واشتحنت وفقت، لكن ما كنت مدرك أثار المصايب كلها تنزل على راس ذا البنت. جينا عند اللي وكيلنا الشرعي ومسك أمورنا وكل شيء، كان واحد من خوالي ولا همي. فسبحان الله العظيم كنا أنا وأمي وأخوي وأختي المعاقة في البيت، بيتها حولنا قريب، تصلي الفجر وتصبحنا وتجلس عندنا لين يجي الليل. زين فطور، تغسل أمي خذت فترة مستشفى وطلعت، تغسل أمي، تنظف أختي، تنظف البيت، تجهز أغراضنا أنا وأخوي اللي في مدرسة واللي في جامعة واللي علمتنا درستنا، ما خلت شيء. قامت مقام ما يقوم الرجال. فسبحان الله العظيم بعد فترة أنا استعجلت أموري إني أدور لي أي وظيفة، وأقرب وظيفة كانت قريبة من الديرة توظفت فيها، جاتني توظفت على طول دخلت فيها. كان عندنا دائرة حكومية في الديرة، انضميت لها ويسر الله الأمر، وإن الجماعة اللي شفع لي واللي إني أنا أكبر العائلة وكذا. فكنت حريص على إني أتزوج عشان أجيب أحد يخدم أمي ويخدم هذه عندها ولدها وتربيه، وأبي بعد أخوي يتعلم ويروح رب الله يرزقه. فأسولف أنا وياها يوم بعد ما توظفت كذني ب20، قلت لها أنا أبي أخذ أمي وأختي عندي، أبي إن شاء الله أن توظف الحين وبتزوج أجيب لي مرة تخدمهم. قالت شوف إذا تزوجت أخوك طلع سافر راح يدرس ولا توظف ولا شيء، تأخذ بيت أبوي تسكن فيه، أنا ما أبي منكم شيء، لكن أمك وأختي والله ما تغسلهم ولا أنا ما يجوز أصلا، ما في أحد مفروض يتولاهم غيري. يا بنت الحلال تعودي من الشيطان. قالت لا تكثر كلام. والله فعلا انقلت أمي بسريرها بدنياها عندها. طبعا أمي خذت على هذا الحال مشلولة حوالي 14 سنة وتوفت الله يرحمها، لكن أختي بعد وفاة أبوي ويمكن ما أخذت 8 سنوات أو 7 سنوات وتوفت. فبقيت أنا وأخوي ذا بس، والبنت هذه لها أخوات من أمها، لكن في نفس الجلسة تكلمت لي عنهم إن مرة ما في بينها وبينهم، يا دوب يدقون متى يتذكرونها يدقون يسلمون عليها.
فالحمد لله قامت ابنه وتربينا مع بعض، وعشت انا وياها واخوي ذا وكبرنا، وولدها ربته وكبر وتزوج، وعلمته احسن تعليم. والله انه طبيب، والله ان ولدها هذا طبيب. علمته احسن تعليم وزوجته وراح. فجلست اسالها يوم خلصت سوالفها ونقاشها فسالتها قلت يا فلانه عندي سؤالين. اول شيء وش علاقه كلامك هذا والسالفه ذي والبكاءة المرير هذاك الليل؟ قالت لي ابو ابليس انا عمري الحين 43 او 44 سنه. ابو ابليسك ما فكرت في شيء؟ ما جاء في بالك شيء؟ لي 35 سنه او اكثر من يوم ظهر قلبي، وانا اتمنى احد منكم، ابوي راح، امي في عالم اخر، اتمنى احد منكم يضمني.